السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وكل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة موفرة جدا للوقت، نقدر نقول كده بمعلقة واحدة وشوية مية هيكون عندنا احلى عصير في 10 دقايق. يعني لو مستعجلة بقى كده قبل الفطار وحابة تحضري عصير سريع جدا، وصفة النهاردة هتفيدك جدا جدا. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. اول حاجة بقى معايا كده نص كيلو من البرتقال، هبدأ طبعا اقشره كده في البداية. اهم حاجه بس ان انا اشيل القشره البيضه بحيث ما يمررش معايا في العصير. بالنسبه بس للبرتقال هتستخدمي بقى برتقال بسره او برتقال بلدي طبعا براحتك، بس اهم حاجه لو استخدمتي برتقال بلدي وانتي بتقطعيه اهم حاجه ان انت تستبعدي البذور. بعد ما خلصت بقى كميه البرتقال اللي معايا هبدا بقى اجيب نص كيلو من الجزر وابدا برضو اقطعه حلقات بالشكل ده. طبعا تقدر طبعا ان انتي تضاعفي الكميه، ممكن تعملي برضو كيلو من البرتقال قدامه كيلو من الجزر. طب بعد ما خلصت كده وقطعت كل الكمية اللي معايا هبدأ كده احطهم في حلة عندي، وهضيف عليهم كوبايتين من السكر وكمان كوباية الا ربع من المية. بس بالنسبة للسكر انا رجعت حطيت تاني نص كوباية من السكر بحيث بس طعم العصير يكون مظبوط. طب هبدأ طبعا في البداية كده احطهم على نار عالية، بعد بقى كده ما يغلوا غلوة واحدة هبدأ ان انا اهدي النار عندي، يعني النار كده تكون متوسطة لحد الجزر ما يستوي عندي. بعد ما يستوي عندي هبدأ ان أنا طبعا هقفل النار واسيبهم طبعا يهدوا من الحرارة، وبعد كده هضيفهم للخلاط واضربهم كويس جدا لحد ما يبقى عندي الخليط بيوريه بالشكل ده. هبدأ بقى كده اغطي العلبة عندي وهسيبها في التلاجة. طب بعد بقى يوم كامل كده طلعتها من الفريزر، انا عايزه اقول لكم ان هي بصوا كده شكلها بعد ما طلعتها من الفريزر مباشره، يعني ما سبتهاش تفك ولا اي حاجه، لا هي بتطلع من الفريزر بتبقى بالشكل ده. يعني بصوا بقى شكلها اهي وبيبقى عامل كده زي المعجون، يعني ما بيبقاش متلج ولا اي حاجه، يعني مجرد ان احنا بس هناخد معلقه يعني منه من العصير ونضيفه في البدايه، بس هنضيفه كده لنص كوبايه من الميه الدافيه بحيث بس يدوب معانا بكل سهوله. انا طبعا عشان هعمل كمية عصير كبيرة فحسيت طبعا ان معلقة واحدة طبعا مش كفاية فحطيت معلقة كمان. هبدأ بس كده ادوب كده في البداية زي ما قلتلكوا في مية دافية، وبعد كده هبدأ ان انا اضيفه لشفشق عندي وكمان هضيف لتر من المية. طبعا هو طبعا فيه السكر بتاعه فطبعا مش هنضيف اي سكر. حابة طبعا تضيفي معلقة كمان طبعا براحتك حسب التقل اللي انت عايزاه. هبدأ طبعا احضر بقى كده كوبايات التقديم. طب بالنسبة بس لطعم العصير طعمه ايه؟ طعمه كده عامل زي قمر الدين، يعني مش يعني صراحة يعني اللي بيحب عصير قمر الدين هيعجبه جدا جدا، انما كطعم عصير برتقال فريش اللي احنا بنحب نحضره في وقته فصراحة لا. فحبيت بس اقول لكم عشان بس يكون عندكم فكرة. فاللي بيحب عصير طعم قمر الدين هيعجبه جدا جدا، وكي يستحق التجربة، لا هو يستحق التجربة ان طعمه حلو مش وحش. لو عجبتكم الطريقة دوسوا لايك واشتراك. باي.